في 60 ثانية تعال اقول لك تتصرف ازاي لو طلع عليك كلب بلدي. الكلاب البلدي هي واحدة من اقدم سلالات الكلاب في العالم، ومصر بتصدره لدول كتير جدا عشان يستخدموه في الحراسة، وده لانه كلب بيقدر يعيش تحت اي ظروف. ومع ذلك فكلاب الشارع بتبقى صحتها كويسة جدا. مبدئيا موضوع ان الكلاب بتشم ريحة الخوف ده مفيش اي نظرية علمية بتأكده، لكن اللي بيحصل ان الكلاب دايما بتمشي في مجموعات، وبيعتبروا اي شخص معدي بيتعدى على ارضهم، وبيبداوا بقى يشوفوا الشخص ده جاي معاه بخير فيعدوه ولا جاي معاه بعوق فيعضوه. فطبعا طبيعي ان الكلاب اول ما تشوفك هتلاقيها جايه عليه. اثبت مكانك وما تحاولش تفكر خالص، لانك لو جريت الكلب هيعتبرك بتتحداه وهيجري وراك وهيجيبك، ولو وقفت الكلب هيشمشم فيك وهيمشي. اما بقى لو فكرت انك تضرب الكلب فاحب اقول لك انك هتتهلل جامد، لان الكلب في وقت الهجوم جسمه بيفرز هرمون الاندورفين اللي بيخليه جسمه متخدر ومش حاسس باي حاجه، فمهما تضرب فيه مش هيسيبك. وطبعا في حاله انك اتعضيت لازم تروح لاقرب مستشفى عشان تاخد المصل. احكي لنا بقى اكتر موقف كوميدي حصل لك مع الكلاب.